السلام عليكم. اليوم جيت نعاود لكم قصتي شخصيا مع الجنون واللي حجرت لي قلبي من جهتهم. المهم ندخلوا في القصه. انا سميتني اشرف، 22 سنه، كنسكن مدينه اكادير. عندي 3 ديال خوتي والوالدين طبعا. انا واعوذ بالله من قولت انا واحد الانسان كيعجبني نسمع ولا نشوف ولا نقرا شي حاجه على الجن، لحقاش كيجيني داكشي عادي، وكنقول كيف ما حنا عايشين غادي يكونوا حتى هما عايشين. وهادشي ولا عندي عاده من الصغر ديالي. وانا هكا فين ما كان شي ظلام ولا شي خربه كيقولوا بلي فيها الجنون، كنت اصغر واحد في الدراري ديال دربنا، كنصطم معاهم، كنمشي معاهم في اي بلاصه كيظنوا بلي فيها الجنون ولا شافوا فيها الجنون. ومع مرور الوقت ولا داكشي بحال اللي كيجيني عادي ولا فتو. كنا ديما كنتسناو انا وولاد الدرب تجي 6 ديال العشيه باش يطيح الظلام باش ندخلوا لواحد المدرسه مهجوره في حومتنا. كنا ديما كندخلوا الشمع والقران والملحه تحسبا زعما الا خرجنا شي جن غنرشوا عليه. كنت كنتمنى شي نهار نتصادف مع شي منظر غريب في ديك المدرسه مثلا، ولا نشوف شي جن ولا طيح شي حاجه، المهم اي حاجه غريبه اللي غادي تخليني نزيد نامن بداك الشيء. لكن ما كانش كيحالفني الحظ. كنا غير كندخلوا كنلقاو غير شي رسومات وشي كتابات غرابين في الحيط وصافي، كنخرجوا بحالنا بحال اللي كنقولوا فاقدين الامل. لان الصغر اي واحد فينا كانوا كيعجبوه المغامرات. الاكثريه اذا كنتي مع ولاد دربكم كل واحد كيبغي يبين زعامته على الاخر. واخا الوالدين كانوا ديما كيخاصموا علينا ما نمشيوش لديك المدرسه، ولكن اللي في راسنا كاينش اللي يحيدوا لينا. المهم ولا داكشي من الهوايات ديالنا، كل نهار نفس الشيء، نتلاقاو ونتجمعوا ونمشيو لديك المدرسه. ولكن هاد المره ولينا كندخلوا وكنبقاو نعايروا فيهم على الله يخرجوا. زعما واحد اللحظه حتى كنسمعوا واحد الصوت ديال الحجره ضرب في الحيط. والله العظيم الا كلشي جمد. هذيك اللحظه كلشي تخلع، حسينا بلي داكشي بدا كيكبر علينا وتمينا خارجين بالزربه. انا شخصيا واخا خرجت مخلوع، لكن في نفس الوقت فرحان حيت داكشي اللي بغيتو شفتو، بحال نقولوا امنيه ديالي تحققات. المهم كما العاده جمعنا انا والدراري وطلعنا لديك المدرسه، ولكن خرجنا بلا نتيجه وكاعين. صافي تمينا هابطين بحالنا لدورنا. وصلت للدار صونيت وهي تحل لي الوالده. مع الحله ديال الباب كنسمع الصوت ديال شي واحد كيقرا القران بالجهد. اواه شكون هذا؟ ماشي الصوت ديال التلفازه، ماشي الصوت ديال شي حد من العائله. وانا طالع في الدروج وكنطرح في نفسي بعض التساؤلات. واش هاد الفقيه جايبينو ليا ولا شي حد مات؟ المهم ما فهمت والو. يلا دخلت للصالون وانا نلقى خالي وثلاثه ديال خوالاتي والوالده وواحد الفقيه شاد في راس ديال خالتي كيقرا عليها بالجهد. شفت فيها كيبان لي غير البيض ديال عينيها، وجهها ما فيش الدم، وصبعانها بحال الى عواجو. انا في ديك اللحظه زدت استغربت، لان هاد خالتي عندي عزيزه وباقا صغيره وعاشت معانا، نقدروا نقولوا بحال اختي. كنقول في نفسي يا ربي ما يكون طاري لا والو. لكن اول حاجه جاتني في بالي هي كنقول او سكنها شي جن. المهم يلا جيت نتكلم وهي تشير ليا الوالده من بعيد بحال قالت لي قطع الحاس، والاعصاب باينين لها في وجهها، باينه من الملامح ديال وجهها. انا ديك الساعه دخلت البيت ديالي، لقيت خويا اللي صغير مني مغطي بمانطا وخايف. كنقول لي اش كاين، عاود لي اش واقع. الصراحه ما باغيش يتكلم. وليت كنقول في نفسي ياك ما ديك المدرسه اللي كنت كنمشي لها هي اللي كانت السبب في هذا الشيء، ودوك الجنون اللي فيها بحال اللي بغاو ينتقموا. المهم التساؤلات تقدر تكون منطقيه تقدر تكون لا. شويه هي تدخل عندنا خالتي الكبيره، قلت لها خالتي اشنو واقع؟ قالت لي تبعني باش ما يتخلعش خوك الصغير. المهم دخلنا الكوزينه وهي تقول لي خالتك تسكنات. انا في ديك الساعه ما نوصفش ليكم الاحساس ديالي. كنقول كنت غير انا وهي لا. المهم قلت لها كيفاش حتى تسكنات؟ واش تسكنات هنايا؟ قالت لي لا في دار جداتك. قالت لي بلي كانوا جالسين كاملين وهي كتسيق الدار في شي 9 ديال الليل. وخالتي فيها واحد القاعده خايبه، ديما كتسيق الدار بما طايب، وديما كيقولوا لها بقيت تسيق بما بارد، وهي كتقول لهم لا ما طايب كينقي الزليج. المهم خالتي كتعاود ليا قالت لي بلي هما كانوا جالسين حتى كيسمعوا الصوت ديال شي تصرفيقه بالجهد والصوت ديال الغوته ديال خالتي، حتى طاحت. ناضو كيجريو لقاوها سخفانه كتقفقف
ما فهموا والو، كلشي تخلع. ها اللي كيقولوا ضرب عضو، ها اللي كيقولوا ضرب عجن، المهم كل واحد وشنو كيقول. كانوا هابطين بها للسبيطار. الساعه الوالده عرفات اللي كاين، ملي سمعتها كتكلم بشي كلام ماشي مفهوم قالت لهم غادي نهبطوها لداري وعيطوا شي فقيه، هذه ماشي حال الطبيب. المهم خالي عيط لواحد الفقيه. المهم داك الفقيه هو اللي معانا دابا في الدار، من الصباح هو يقرا عليها وكيرش عليها بواحد الماء، ولكن والو. داك الفقيه فحال الا عيا وقال لهم بلي حالته غريبه، وهي حالته ما كاين لا غريبه لا والو، غير هو ضعيف وصافي ما قدرش يخرج منها والو. وقال بلي كاين واحد الفقيه في تيزنيت، هذاك هو اللي يقدر ينفعنا. المهم قال خليوها ترتاح دابا، ومشى هو بحاله. بقينا معاها حنا موراها بشي ساعه ديال المكانه وهي تفيق عادي، كتقول لنا فين انا. كلشي كيجاوبها وكيقول لها غير زلقتي وطحتي وسخفتي، ما كاين والو. وحنا كنا شاعلين ديك الساعه القران في التلفازه. قالت نقصوا عليا من ديك التلفازه عاد تكلموا معايا. كلشي استغرب، حتى واحد ما عرف دابا واش كيتكلموا معاها شخصيا ولا كيتكلموا مع شي جن. المهم انا الصراحه تخلعت شويه، وفي نفس الوقت كنقول اشنو غيطرا كاع، ياك داكشي اللي كنت نقلب عليه جا لحتى لعندي، لكن جا عن طريق عائلتي وهادشي اللي ما حملتوش. المهم هي ناضت عادي وقالت لينا فيا الجوع ومشات للكوزينه. كلشي ساكت شويه، رجعت وفي يدها واحد الخبزه حافيه وكتاكل فيها بواحد الطريقه بحال الا ما كلات هذه 50 عام. المهم استغراب بان على موالين الدار. ديك الليله كلشي كيشوف فيها وما عارفينش مع من كنتعاملوا، ولكن كلشي كان كيتكلم معها بحال الا ما طاري والو، واخا علامه الاستغراب باينين على كل واحد فينا. المهم جا الوالد مع ال11 ديال الليل من الخدمه، يلاه دخل وهي تشوف فيه بواحد الشوفه ديال الحقد. قالت لي انت ما كنحملكش. بدا كيضحك قال لها سيري تنعسي احسن ما نجي نعسك بشي طرشه. وهو قالها لها من باب الضحك، وهي بغات تلصق فيه كتقولي ايوا اجي جرب باش نخرج عليك. بقى كيضحك ودخل بحالو لبيتو، وهو يتبعو داك خالي اللي كان معنا وباينه وعاود ليه كلشي. المهم الوالد كان عيان، مشاو تكا ما تسوق حتى واحد، ما تسوقش لهادشي، حسيت بيه بحال الا جا داكشي عادي. المهم ضربات ديك 12 ونص ديال الليل، قالت لنا الوالده بلي خاصنا نعسو كل واحد يشد بلاصتو. خالتي طبعا كتبات معانا في بيتنا، انا وخويا الصغير وخالاتي الاخرين، وخالي قرروا باش يباتوا معانا في الدار تحسبا لشي حاجه ماشي هي هذيك. المهم هما نعسوا في الصاله ديك الليله صافي، كلشي نعس وحتى خالتي اللي تسكنات نعسات معانا، وانا ناعس في الناموسيه اللي حداها. بديت كنحس كتشدني الخلعه شويه بشويه، حاولت نعس لكن والو. شي ساعتين وانا تنتقلب من بلاصتي، ما بغاش نعس يجيني شويه عاد باش غفلت شويه، واحد شويه ضرباتني الفيقه وانا كنحل عيني لقيت بلي النهار بدا كيطلع شي شويه. اقسم بالله كنعاود لكم دابا وتبوليشه شاداني في جوج من خالاتي، وحده ناعسه حدايا والاخرى واقفه كتشوف فيا وكتضحك. انا في ديك اللحظه حسيت بلي صافي قلبي غادي يوقف، وشدني واحد البرد غريب. بديت كنقرا القران ودرت على راسي المانطه وحلقي نشف، وكنعد يديا تحت المانطه باش نتاكد واش حلم ولا بصح. كنطل شويه تحت المانطه كنلقاها باقا كتشوف وكتضحك. بغيت نتسطى شويه هو يأذن الفجر، حسيت بواحد الامان غريب. طليت مره اخرى ما لقيتهاش، لقيت غير خالتي اللي ناعسه حدايا. انا في ديك اللحظه حسيت براسي عييت والارهاق شدني شويه، سديت عيني وغفلت حتى حسيت بالوالده كتفيقني مع تسعود كتقول لي نوض تمشي للمدرسه. مشيت للمدرسه وبالي مشتت، كنفكر غير في داكشي اللي وقع لي البارح بالليل. دخلت القسم وباقي مرفوع، بنادم كيدوي معايا وما كنعرفش شنو كيقول، غير كنحرك راسي وصافي. دخل الاستاذ والله ما حسيت به فوقاش دخل، داير يدي على خدي وساهي. كنفكر كنقول دابا داكشي اللي وقع ليا واش غيكون غير حلمت. كنبغي نصبر راسي زعما، كنقول مستحيل يكون حلم، وانا يدي عييت كنعض فيها ما كذب لي داكشي بصح. المهم عييت نتسال حتى كنسمع الصوت ديال الاستاذ كيغوت بجد. قفزت من بلاصتي قال لي مالك ما كتسمعش؟ قلت لي سمح لي يا استاذ راني عيان شويه وبالي ماشي معايا. المهم داز ديك ساعتين بخير، خرجت بحالي من المدرسه طلعت للدار، لقيت الوالده وخالاتي كيهضروا مع خالتي كيحاولوا يقنعوها باش تخرج معاهم. كيقول لها يلا نمشيو نضربوا دويره ونرجعوا، هما ناويين يديوها لذاك الفقيه اللي في تيزنيت. المهم قنعوها باش تمشي معاهم وانا مبغوش يديوني معاهم.
قال لي بقى مع خوك الصغير، راه غادي يبقى بوحدو. وبقينا انا وخويا الصغير مع ديك الستة كنسمع الصوت ديال الانترفون. قلت شكون؟ وهي تقول لي الوالده حل. فتحت ليها، طلعوا كاملين والوضع عادي. سولت خالتي الكبيره، قلت لها شنو وقع؟ قالت لي بلي داك الفقيه مسافر شي 3 ايام عاد غيرجع. صافي الامور بقات هكا. وخالتي الصغيره اللي تسكنات لحد الان ما دارت حتى حاجه، غير عاديه، كتصرف عادي، لكن كلشي داير بحسابه. شويه جاتني في بالي نقول للوالده داكشي اللي شفت البارح، ولكن ملي فكرت بلي راه ما تيقنيش طبعا وخليت داكشي عندي. صافي بقات الامور هكاك حتى لديك 8 ديال الليل. خالاتي كلهم مشاو وخالي حتى هو، بقينا غير انا وخالتي الصغيره والوالده وخويا الصغير. المهم ضربات ديك 9:30 والوالده غادي تشعل التلفازه وتشعل معاها القران. خالتي قالت لها طفيه، الوالده قالت لها لا ما غنطفيهاش، وإلا ما عجبكش الحال ضربي راسك مع الحيط. حيت عندي الوالده المسائل بحال هادو ما كتخافش منهم. ما علينا. خالتي ملي سمعاتها قالت هكاك سدات على ودنيها وبدات تقول لها طفيه. والو، الوالده كتزيد في الصوت وهي طيح، بدات كتركل. والوالده شدات لها في راسها وبدات كتقرا على آية الكرسي وكتعاود تقرا عليها. ما عرفت ما ندير انايا، غير كنشوف بعيني. المهم بدات تقرا عليها حتى تهدنات وبقات تناعسه. هزيناها انا والوالده وديناها لبلاصه. بقات هكاك مهدنا شويه بشي ساعه. موراها مع ديك الجوايه ديال 10:30 فاقت، قالت بلي خاصها تعطي لشي وحدين يشربوا. كنقول لها شكون هاد الناس؟ كتقول لنا صحابي فيهم العطش، غادي نهبط نعطيهم يشربوا في الكراج ديال الدار. والو، سدات عليها الوالده الباب ديال البيت وخلاتها كتغوت غاب بوحدها حتى نعسات. المهم جا الوالد مع 12 لقى كلشي عادي. قال لنا ياك ما وقعت شي حاجه، واش كلشي مزيان؟ سول الوالده واش اختك كي بقات؟ قلنا ليه بلي راه شويه دابا وراه نعسات. صافي الوالده قالت لينا انا وخويا الصغير نمشيو نعسو، لكن قررنا انا وخويا الصغير ما نعسوش مع خالتي. نعسنا انا وياه في الصاله حيت ما خاصنيش نشوف شي حاجه اللي غادي تخليني فايق وانا قاري غدا مع 8 ديال الصباح. المهم نعسنا حتى حسيت بالوالده كتفيقني مع 7. صافي فطرت ولبست حوايجي ومشيت للمدرسه. تلاقيت مع صحابي، نساوني شويه، كنضحكوا وكنشطوا. كانت عندنا الرياضه من 10 ل 12. لعبنا شويه الكره. المهم بدلت داك الروتين ديال الدار. صافي مع 12 رجعت بحالي، وصلت للدار، لكن هاد المره ما دخلتش من الباب ديال الدار، دخلت من الكراج، حيت الباب ديال الدار لقيته مسدود من الداخل. المهم دخلت من الباب ديال الكراج. ما تصوروش شنو لقيت بلي الحيوطه ديال الكراج كله مرسوم بشي وجوه والله ما تقد تكمل فيهم الشوفه، ومرسومين بالفاخر حيت الحيط عندنا ابيض. انا في ديك اللحظه جاني واحد الخوف غريب، وليت داكشي اللي كنت كنقول بلي هما بحالنا بديت كيدخلني الخوف. بديت كنحس بلي هاد البحر كبر عليا. كنقول في نفسي الا بقيت هكا نقدر نتسطى. المهم طلعت في الدرج بواحد السرعه ديال 120 كيلومتر في الساعه. فتحت الباب كنلقى خالتي اللي مسكونه والوالده جالسين كيفطروا، وهي تقول لي خالتي اهلا اشرف، جيتي؟ كي جاك الرسم ديالي اللي في الكراج؟ زوين. حيت هي اصلا كانت في معهد ديال الفنون الجميله وكترسم مزيان. قلت لها ما عندي ما يتسالك، كترسمي مزيان وتكمشت بحالي في بيتي. الوالده كانت ما شافتش داكشي حيت شفت لها في وجهها الاستغراب كان باين عليها. المهم دخلت لبيتي وبدلت عليا وشعلت البلاي باش نلعب شويه، وهي تدخل عليا خالتي قالت لي دير ديك اللعبه ديال ريسيدونت ايفيل حيت كتشوفني كنلعبها بزاف. قلت لها لا ناوي نلعب شويه ديال الكره. قالت لي لا دير هذيك. انا ما زدتش معاها في الهضره ودرتها وكنلعبها وانا خايف، وهي كتضحك والملامح ديال وجهها مبدلين. كنحس بلي ماشي خالتي اللي جالسه حدايا. شويه وانا نسمع الصوت ديال الانترفون. ارتحيت شويه. فتحت الوالده الباب وكنسمع الكلام في الدروج، الصوت ديال خالي وشي واحد معاه. دخلوا علينا كنشوف خالي ومعاه فقيه، واحد خاينه عنده واحد اللحيه كبيره صبغه بالحنه، وجهه مهيب. هي شافته بدات تقول قول لي خرج عليا، هذا لا ما تسوقوش ليها. قال لي داك الفقيه ولدي انت خرج من البيت. بغيتي تعرف شنو وقع من بعد؟ كيفاش بدات الامور تخرج على السيطره؟ ما تفلتش الجزء الثاني. دير الاشتراك وفعل الجرس باش ما يضيعش عليك الجزء الثاني.